سكان دوار اللوح من نوادر، حنا ساكن في واحد الجهه ما وصلناش الماء. دوار النوادر من التحت هلكوا الماء. دوار بواقرب الناس نهار الجمعه باتوا فوق القويره، ما كاين اللي وصلهم، ما كاين اللي جاهم، اغاثه ما كايناش، البلديه ما شفناهاش. اللي شفنا الوقايه المدنيه اللي كتهز الناس من دوار اللوح. حنا كنشيري لهم بالبيل، بغينا غير نسقسوهم فين غادي يدوا هاد الناس هادو، ما كاين اللي سول فينا، ما كاين اللي جانا. يعني كما كتشوفوا معنا الان حنايا كساكنه حي النوادر، ساكنه النخيلات، ساكنه دوار اللوح، يعني مجموعه كامل الناس اللي جاوا من الاحياء انهم الان واقفين هنا صامدين كيحتجوا على هاد الناس المسؤولين بسبب هاد الامطار وبسبب هاد الفيضانات ديال الواد اللي اجتاحت كامل الازقه، اللي اجتاحت كامل الشوارع احياء مدينه قليميم، ولا احد يستغيث ولا احد يستجيب لاحتجاجات هاد الناس. كما كتشوفوا معنا الان واد الحار، قنوات الصرف الصحي، روائح كريهه، روائح نتنه اللي دخلت للدور ديال الناس تخربوا عليهم الدور ديالهم، طاحوا عليهم الدور ديالهم، حتى واحد ما عقل عليهم، لا شيخ لا مقدم لا درك ملكي لا وقايه مدنيه لا سلطات، حتى شي واحد ما جا عند هاد الناس، حتى شي واحد مسؤول في هاد الناس. شنو واقع عليكم؟ الاعلام اللي كيبين داكشي اللي كيبين ديالو. اما الساكنه ديال هاد الاحياء هذه الساكنه ساكنه منكوبه، ساكنه يعني كتعاني الامرين، يعني هاد الناس ما كاين لا جرافات، ما كاين حتى شي واحد. تاتي هذه الوقفة العفوية، يعني هي وقفة عفوية تعبر من خلال هذه الساكنة عن سخطها وعن تذمرها الشديدين مما آلت إليه أوضاعهم في ظل هذه الفاجعة الكبرى التي أصابتهم. نسجل بخطوط عريضة على أن الدولة لم تتحمل كامل مسؤوليتها في إغاثة هؤلاء المنكوبين. الناس تعرضت بيوتهم للهدم، الماء دخل إلى عقر دارهم، بهائمهم نفقت. بمعنى آخر أن الساكنة متضررة، والدولة بصريح العبارة في هذه الجهة بالخصوص لم تتحمل كامل مسؤوليتها. أضيف أن الناس في ليلة الفيضان وفي ليلة الجمعة وفي ليلة السبت ليلة الجمعة وقعت سرقة لبعض البيوت، لأن الناس غادروا بيوتهم، وبالتالي من سيحمي هذه البيوت التي غادرها سكانها؟